واستمرارا لعك اخواتنا البعدة، انا فتحت لقيت الفيديو ده في وشي. ما خلوش لا اخضر ولا يابس، حتى جراد البحر ما سلمش منهم. اللي انا شفته ده أنا في الاول افتكرته عقارب، بجد الشكل مرعب، وبرغم من كده جايباه صاحي. وبصوا بقى يعني ما شاء الله كتير كتير. ولازم قبل ما تطبخوا ده اللي يشفع لها لازم تفطسوا، بتفطسوا بايه؟ بتفطسوا بالتلج. شايفين المنظر؟ منظر صعب جدا جدا. في الاول ما كنتش فاهمه ايه ده والله، في الاول فعلا افتكرته عقارب، بس كان لازم ابحث كده وادور واعرف ايه ده. عرفت ان هو حاجه اسمها جراد البحر. ما اعرفش الجمبري اثر معاهم في ايه، ولا اللحمه والفراخ اثرت معاهم في ايه. بصوا بقى هنا اهم من الشغل تظبيط الشغل. فجابت الليفه ومسكت جراده واديله ادي وغسلتهم كده. يعني ينفع يتاكلوا من غير ما يتغسلوا؟ صاحيين والله لسه ما ماتوا. بصوا كميه كبيره وخدته بقى. بصوا بقى المكونات: فلفل احمر وفلفل اخضر وكرات وجزر وبصل وبصل اخضر وما شاء الله ما شاء الله. هم بيستخدموا مكونات حلوه قوي، بس بيستخدموها استخدام الغلط. يعني فلفل بص شكله شهي، الفلفل الاحمر شكله يجنن، البصل الاخضر شكله حلو. في كل فيديوهاتهم بيستخدموا مكونات حلوه جدا، بيستخدموها استخدام غلط. يعني المكونات دي لو كانت اتعملت على فرخه، على حته لحمه، حته كبده، كان حصل ايه؟ يعني نفسي افهم هتاكلوا ايه تاني؟ يعني انا ما اعرفش. جراد البحر دوت حاجه. جابت الانجر بقى الكبير وحطت الحاجات اللي هي عملتها دي. وطبعا الفلفل، لازم الفلفل عشان يهضم معاهم او عشان يسلك معاهم الاكل. وقلب واديله ادي. والله حطاهم صحيين، يعني حتى ان هم يرحموهم ويموتوا الاول لا، بيطبخوهم صحيين. يعني الحمد لله الذي انعم علينا ان احنا ما بنعملش اللي هم بيعملوه دوت. الشكل مقرف فعلا فعلا فعلا. الشكل مش تمام خالص. الشكل مش حلو نهائي. بصوا لونه بقى ابتدى يتغير. ماله يا ست الجمبري؟ اثر معاكم في حاجه؟ اثر معاكم في السمك؟ ماله اثر معاكم في حاجه؟ وزي ما انتم شايفين بقى خلاص كده الاكله استوت والطبخه استوت وبقت جميله. المنظر مرعب والله العظيم، والله العظيم مرعب. بعدين بقى ايه، ما بيشيلوش منه اي حاجه، لا ده هما بيطبخوه كده زي ما هو. هتقعد بقى ست الكل، هي حامل على فكره، وتقعد بقى ست الكل واديله ادي اكل بقى. بص فصص فصص وطلع كده وكل. يعني المنظر الواحد مش عارف يقول ايه. بجد والله هو كل صيد البحر حلال وكل حاجه وكلنا عارفين الكلام ده، بس انا مش مستوعبه ان احنا نوصل لجراد البحر. ما هو كل صيد البحر حلال، بس مش هناكل مثلا نجم البحر ولا فرس النهر ولا فرس البحر ولا الكلام ده. في حاجات بناكلها يعني، وفي حاجات ما بناكلهاش. يعني كفايه اسمه جراد يا جماعه. بس مش الناس دي ما بيفرقش معاها اي حاجه ب4 رجول بتتاكل. تخيلوا بقى ده مش ب4 رجول. وبعدين هو لا باين له هو لا جمبري ولا كابوريا. عنده ايدين جمبري، عنده ايدين كابوريا، وراس جمبري. يعني وديل اللي من ورا ده ديل اللي هو الشكال اللي احنا بنقول عليه انا اسفه صراصير البحر عندنا. فما تفهملوش هو ايه ده الجراد ده بالظبط. سبحان الخالق وسبحان ما بياكلوا الناس دي. بصراحه الواحد مش عارف يقول عليهم ايه. يعني بجد الله يهديهم. بصوا تاكل وحم، ده وحم. واستمرارا بقى دوت الفيديو اللي جاي ازاي تعملي الكبده المقدده. يا سلام، عملنا جراد مش هنعمل كبده مقدده وفي الاخر تبقى كبده اسكندراني. فانا جبت لكم نبذه مختصره، اتفرجوا بس كده عليها، وده تشويق للفيديو الجاي. فانا مستنيكم الفيديو الجاي. بصوا هتقددها والله هتقددها، انا مش بقول لكم اي كلام وخلاص. مستنيكم بقى الفيديو الجاي عشان تشوفوها وتشوفوا الكبده المقدده الجميله وهتوصل بيها لايه. وسكه طويله 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 يا اختي وحياه ربنا، طويله. وشوفوا الاخر هتعمل